مساء الفل يا جماعة، عاملين يا رب تكونوا بخير. جاي لكم بحلقة جديدة، وحلقة النهاردة هي حلقة مختلفة تماما، حلقة بعنوان الرصرصة والسقعة وكل حاجة تقدر تقولها في الجو التلج ده. تمام، هو البسين البتاع على دماغنا، وانتوا طبعا تحت البطانية دلوقتي بتتفرجوا علينا، وطبق الاندومي او طبق اي حاجة دافية في ايديكم. فيلا بينا، عشان النهاردة خلاص احنا بنودع زي ما بنقول كده، بنودع سنة وداخلين على سنة جديدة ولاست كريسماس والحاجات الحلوة دي كلها. فتعالى نقول كده في السنة اللي عدت دي ايه هي افضل 5 حاجات حصلت، واسوأ 5 حاجات حصلت بالنسبة لي انا كمشجع كرة قدم. بشجع مانشستر يونايتد وبشجع الاهلي ومنتخب مصر ده، يعني اكيد مش هشجع منتخب السودان يعني. فتعالى نقول كده، نشوف احسن 5 حاجات واسوأ زي ما قلت لك في سنة 2024 فقط. فياريت الحلقة تعجبكم، لو عجبتكم ان شاء الله تعجبكم يعني. ونبدأ على طول، ولكن قبل ما نبدأ متنساش تضغط لايك وتفعل زر الجرس تحت الوصف، كل ما وصف الرسالة بتاعتنا. اكتبوا لنا الحلقة، او يعني مش الحلقة بقى، الفكرة عجبتكم ولا لا. فتعالى نبدأ. خلينا نبدأ بالأسوأ. خلينا خلاص طالما بنودع حاجة يبقى خلينا نودع الأسوأ. من أسوأ المواقف اللي حصلت هم 5 كانوا عندنا. أول حاجة وحطيتها كأول واحدة عشان كانت أسوأ حاجة، وهي مباراة منتخب مصر ومنتخب المغرب اللي تقريبا خسرنا معرفش 7 ولا 8، اللي هو في ماتش بتاع التالت والرابع في كأس العالم لمنتخب الشباب. طبعا الحمد لله احنا المنتخب الاول مش حاطين له اي حاجه غير حاجه حلوه عدله، وديني غششتها لك، اعتقد انت تكون عرفتها يعني. فدي كانت من اسوأ الحاجات، لان انت كنت حاطط اكسبكتيشن عاليه قوي قوي، او كنت حاطط في دماغك، مش عايزين انجليزي يعني كنت حاطط في دماغك احنا حلوين قوي، حلوين قوي قوي، وماتش فرنسا عملنا ماتش هايل وكل ده ومنتخب، وطلعوا من العدم ما تعرفش مين اللعيبه اللي بتلعب دي اصلا، بس انت مصدق معاهم قوي وبتلعب بروح حلوه. الى مره واحده تلاقي لعيبه منتخب مصر اللي انت عارفهم بقى، اللعيبه اللي معرفش كلهم مش فاكرين اي حاجه عن كره القدم. كل واحد كان بيقدم مستويات كويسة في الخانة ريشماناني، سواء حراسة المرمى او مدافع او حارس او حارس، ما هو الحارس هو حراسة المرمى، او مهاجم او خط نص. كلهم كانوا في الخانة ريشماناني على رأي مروان سري. لا كلهم اتبدلوا يا معلم، اتبدلوا. تحس انت كنت جايب افكار من اوروبا مرة واحدة، لا الافكار بقت مصرية عادي اللي احنا عارفينهم. فماشي، دي كانت أسوأ حاجة بصراحة، لأن 8 كمان بشكل كان يعني مش عايزين نفتكر. ما علينا. الماتش التاني هو ماتش الأهلي قدام ماتش الزمالك في السوبر اللي خسرنا منه طبعا في ضربات الجزاء، وده كانت من أسوأ برضو المواقف اللي حصل. انت المفروض كنت داخل بمعنويات عالية، كنت داخل أنا تالت كأس العالم للأندية وواخد لسه الدوري و والزمالك أن يكسب بناصر منسي، يكسب بناصر منسي، دي تكفي لوحدها والله. حتى لما فاكر الماتش ده راح لضربات جزاء وناصر منسي هو اللي كسب، انا مش فاكر، بس انا هو الماتش بتاع ناصر منسي ده. ما علينا. الماتش التالت وهو ماتش للنادي الاهلي برضو، وهو ماتش باتشوكا. ومش عايز اتكلم وبلاش ايه كان فيك ايه الاغنية اللي بلاش نتكلم في الماضي ده. الماضي ده كان كله خوازيق وخوابير وعالم ما يعلم بها الا ربنا. فبلاش الماتش ده بالذات، مش عايزين نفتح فيه، احنا لسه متعافيين منه، فمش عايزين نقعد نتكلم فيه تاني. الماتش الرابع وهو ماتش مانشستر يونايتد. طبعا يعني هتقولي ازاي بقى، خلاص ما هو مانشستر ده احنا موسم وسخ كان اساسا كله، معقوله مش هحط لك فيه حاجه؟ لا. أسوأ حاجة وهي مباراة مانشستر يونايتد ومباراة تشيلسي في الموسم اللي فات اللي خلصت 4-3 لتشيلسي. كان ماتش رائع جدا، لك أن تتخيل تبقى كسبان لحد آخر 5 دقايق في المباراة، وإلى مرة واحدة تخسر 4-3 بعد ما كنت كاسب 3-2، تخسر 4-3 بهدف عن طريق كول بالمر. بعد كده ضربة جزاء لكول بالمر
فكان غباء كبير جدا من مدافعين وغباء من خط النص وغباء من كل حاجة. كانت يعني كسبان 3 وفاضل 5 دقايق، حرفيا فاضل 5 دقايق، انت مش عارف تقف وقفة كده محترمة مع نفسك ان انت خلاص 5 دقايق ونخلص الماتش قدام تشيلسي اللي كان هو كان اصلا كان ايه ده، كان ساعتها في المركز بقى، كان في مركزك تقريبا في ال14 وال11 والحاجات الحلوة دي، وبرضه ما تقدرش تكسبه. الصفقة الخامسة وهي أسوأ حاجة حصلت في 2024 وهو قدوم الأنتوني موديست، المهاجم الفرنسي، المهاجم الفتاك اللي جاي من بروسيا دورتموند ومن كولن ومن مش عارف مين ومن مين ومن مين ومن مين. صلاح محسن كان بيلعب أحسن منه. شكرا على كده. دول كانوا أسوأ 5 مواقف في 2024. تعال نخش على أفضل 5 مواقف في 2024 وهو منتخب مصر الأولمبي. أي ماتش بصراحة لمنتخب مصر الأولمبي وخصوصا كأس العالم للأندية، فأنا ما أقدرش أقول لك ماتش واحد بس هم عملوا كان رائع بصراحة. كان كأس عالم لمنتخب مصر للشباب كان هايل جدا 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 جدا، يعني بشكل غير طبيعي. زي ما بقول لك مفيش ماتش اقدر اقول لك عليه ان ده الماتش السوبر ستار، ومفيش غير ماتش زي ما قلت لك ماتش المغرب ده اللي اقدر اقول لك عليه اعفن ماتش، انما كل الماتشات اللي قبل كده هي ماتشات كبيره جدا 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 من منتخب مصر. بعد كده نخش على افضل تاني حاجة وهو ماتش السوبر برضو قدام الزمالك اللي كسبناه بضربات الجزاء بعد ما ضيع شيكابالا ضربة الجزاء. فبرضو كانت اللي هي خلاص ما احط لك واحدة من هنا واحدة من هنا، لان انت كنت لسه خسران، فدي برضو كانت حاجة كويسة ان انت تكسب بعديها على طول. برضو الزمالك هي نفس البطولة اختها، واحد خد السوبر الافريقي وواحد خد السوبر المصري، فكان الرد سريعا، فدي كانت حاجة حلوة. تالت حاجة وهو مكسب مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد. يا الله، ملكنا الدنيا وما فيها، ملكنا الدنيا وما فيها. وكوبي ماينو وهو داخل يديها لهم واحدة ارتو وقدام مانشستر سيتي اللي كانت واحدة من افشخ المواسم لمانشستر سيتي. هو على طول بيقدمها، بس كان هياخد رباعية ولا كان هياخد ثلاثية لتاني مرة على التوالي، الى ان يأتي مانشستر يونايتد ويوقف. معلش الحاجات دي اصلا ما بتجيليش كتير، يعني هي بطولة واحدة اخدناها، بقول لك كاس الاتحاد، لك ان تتخيل ان واحد فرحان ان اخد كاس الاتحاد، دي لوحدها تكفي. ماشي. طبعا رابع حاجة انا حاطط لكم للاسف 6 حاجات لان انا ما لقيتش الا اشيله، مش عارف ال6 حرفيا مفيش حاجة منهم اقدر اشيلها. رابع حاجة وهي اقالة التنهاج، اقالة التن 7 هاج. الحمد لله الحمد لله. وده عملنا فيديو يعني ده عملنا فيديو على مايتينو انه مشي من مانشستر يونايتد، فمش محتاجه ان احنا نقعد نتكلم. انت كنت اكيد شايف او بتسمع حتى مانشستر كانت عامله ازاي، فاكيد ده مكسب لوحده ان هو مشي. وخامس حاجه وهو توليه حسام حسن لتدريب المنتخب المصري بعد ما كنا عمالين نتكلم على الراجل ده بقالنا 3 سنين تقريبا، اخيرا يجي ويمسك منتخب مصر وبيقدم مستويات كويسة نوعا ما. مفيش لسه فترة كبيرة اخدها ان احنا نشوف الفرقة دي او بطولة كاس بقى كاملة او حاجة كاملة ان هو يكمل فيها، نشوف ايه الاخبار. دول 5. والستة اللي انا هتقول لي انت لازم تحشر لي مانشستر يونايتد، اقول لك والله ما بحشر لك مانشستر يونايتد، بس الصفقة هايلة وهي صفقة ليني يورو لمانشستر. هتقول لي ازاي بقى يا عم، ارحمنا بقى، ليني يورو ايه وبتاع، انت كنت تعرفه؟ اقول لك يا عم انا ما كنتش اعرف، مع اني كنت اعرفه يعني، وكان صفقه هايله جدا. انا ليه حطه ان انت تخش تاخد اللاعب ده من فريق كبير جدا جدا اسمه ريال مدريد كان بينافس على الصفقه دي، وانت تخش تجيبه دفعت 200 مليون. انا ماليش دعوه، انا كسبت الصفقه من ريال مدريد، انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. انا دخلت مع ريال مدريد في ديبيت وكسبت، مش عايز حاجه تانية، خلاص بقى ماليش دعوه جبنا بكام. انا دخلت في الديبيت، واللاعب لو كان عايز يروح لريال مدريد لو دفعنا 500 مليون
ولا هيجي، ومحدش يقول لي اغراءات ماليه، لان احنا ما بنتكلمش مع كابتن ابراهيم حسن يعني، او ما بنتكلمش مع ابراهيم حسن اللي هو كان بيلعب في الاسماعيلي، مش ابراهيم حسن اللي بيدرب المنتخب دلوقتي ماشي. احنا ما بنتكلمش يا جماعه مع حد، لا ده انت هتروح ريال مدريد، فانت هتصبح كده كل يوم الصبح واخد بطوله عادي جنب الفطار كده، خد لك تشامبيونز ليج يلا، تاني يوم خد لك لا ليجا كده. انما انت تكسب ريال مدريد في صفقة لاعب شاب هو اصلا كان عايز يروح ريال مدريد بنسبة كبيرة، وان انت تقدر تدخل تتفاوض مع اللاعب، وان انت تقدر تغير له وجهة نظره، فدي حاجة انا ما شفتهاش كانت بتحصل مع مانشستر يونايتد من زمن الزمن يعني. فدول كانت افضل واسوأ 5 مواقف، او يعني خلينا نقول 5، ما يغركش ال6 اللي في الاخر دي يعني. فدي كانت الحلقه بتاعت النهارده، حلقه خفيفه في السريع منه. اكتبوا لنا لو الحلقه عجبتكم، وهل تتفق معايا في الحاجات اللي عملتها ولا لا، او تكتب لي تحت في الكومنتات بقى لو انت بتشجع نادي تاني ايه هي كانت افضل 5 حاجات بالنسبه لك واسوأها. اشوفكم في فيديو جديد على خير. طبعا اسفين ان احنا مش بننزل الفانسي، ولكن والله العظيم كنت تعبان ما قادر، انا لسه فايق قلت يا دوبك اصور الحلقه دي. انما الفانتسي معلش ممكن نوقف فيها كمان الجوله لحد مثلا الجوله ال 19 تقريبا، ونرجع تاني داخلين كمان بقى في فاينل وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. فنخلص بس الدوشه اللي عندنا دي ونرجع لكم والله العظيم تاني بالفانسي، نخلص الامتحانات بس والحاجات دي ونفوق لكم. بس كده نشوفكم في فيديو جديد، يا رب يكون يومكم سعيد، ويلا سلام.